بوس. ايوا حميد تقدى لنا المنظارين، البنان، الاقامه، التفاح، الرمان كليت وهذا ما الفا كنخليه نديرها الرمان السفري هذاك زين. شعرتنا مع السفري ولا الحمري؟ نجيبو حنا السفري والحمري والكحلي وكلشي. والله الا احسن رمان ما فيش ما تزعزعش. لا فيها هذاك ما فيش العظم ياك مزيان. هذاك تسموه عليه ماماك هذيك ما فيش العظم. كيف قلت لها العظم ديك النهار قالت لي كنت خديت لها واحد الرمان جبت لها قالت لي واش هذا السفري؟ قالت لي كتعرف السفري واش هذا السفري؟ قلت لها السفري. قلت لي بغيت انا بلا عظم مسكين. الله يخليكم صحتكم اخوتي. فصصتها الجرمانات حطيت من الطبسيل بدات عليهم المعرة. مسكينه مريضه هي معرة بس هي المعرة هذاك زين. شريف حبيبي هذاك هانتوما معنا الحبيب ديالي. ما كنتش كنصوم ايوا انت ديما سبحان الله ديما هكا والله ما كنتش كنصوم. تبارك الله عليكم خواتاتي، كي درتو كي بقيتو، اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ نهار جديد او روتين جديد. كنتمنى الله يلقاكم بالصحيحه والسلامه. وباش ما كتمناو خواتاتي اليوم خاصه نزربان روتين من داكشي كيبغي اللي كيبغي خوتي وخواتاتي. سمحوا لي، راه اي مرة كتقضي شغالها كدير شقاها ولكن هذا هو المحتوى باش عرفتوا اختكم مريم، هو اليوميات مع راجلها ووليداتها، شنو كيدوز في نهارها كل مره، شنو كنشاركوا معكم. ولكن اخواتاتي تقريبا راه منين بدينا في هذه السلسله ديال المشاكل اللي ما بغاتش تسالي اخوتي متتبعين، ما بقيتش عاطيه لداري اهميه، يعني هملتها الاخر درجه. العقل مشغول، البال ما مهنيش. ولكن اليوم قلت مريم ما يمكنش تبقاي هكا، راخيه من نفسك وراخيه من راسك، ودارك راه خصك تدوري بيها. باب الدار ديالي الساحه هنا في العروبيه اخوتي عندنا ما خش باب الدار ديالك تكون خايبه ولا فيها القراوج ولا فيها هكا شي حوايج اللي ما زوينين يكونوا هكا على طرف الطريق. وانايا كما كتعرفوا اخوتي انا على طرف الشانطي، الغادي كيشوف والجاي كيشوف. شوف اخوتي على قطيطه تيقول لي عقلي ربي شي قطيطه، ولكن ولادي غيعذبوها. زياد عندي الا شاف القطه يبقى يهزها مع عساب يديه، وانا داكشي ما تيعجبنيش، وهي مسكينه غير بكمه. دابا حنا نمشي في القيطات حتى من بعد. قلت اخوتي هذا النهار غادي ندير احسن روتين على برا. المهم هذا البرد اللي جاي ان شاء الله من بعد ما تفوت هذه المشاكل وهذا الشيء ما غادي يكون ان شاء الله غير الحوايج اللي يعجبوا خوتي متتبعين. كما كنقولوا كاينين غير جوجيدين، راه ما يمكنش غنطير اخوتي متابعين، راكم عارفين الاجواء اللي كاينه مؤخرا والظروف اللي كنمروا بها. المهم كنحاول نديروا ما امكن اننا نكونوا يعني على بال في كل شيء، لا في الدار ولا على برا ولا المهم تتمر هاد الامور على خير وبخير، وان شاء الله نبارطاجي مع خواتاتي يوميات زوينه وروتينات زوينه، الضحك والنشاط والطاقه الايجابيه، داكشي اللي كيبغيو خواتاتي الله يخليهم ليا ويحفظهم. باب الدار ديالي راه جايه خوتي، راه وقيله من مور ما وليت غير بشي 10 ايام باش كنت شطبتها. دابا راه طالعين في ساره راه دخلت في الشهر الثالث بطولة عمرها ان شاء الله. ما شطبتش الساحه وحنا ضروري خصنا نشطبوا باب الدار. قلت اليوم درتها. شوفوا انا كنكون جالسه اخوتي متابعين حتى كتجي شي حاجه لعقلي تيقول لي عقلي نوضي ديريها، ماشي تنخطط ولا تندير نهار قبل ولا ليله قبل. سبحان الله العظيم انا هاد الشيء كنلاحظوا فيا، نكون جالسه لا قال لي عقلي نوضي سيري ودي المدينه صافي غنوض نهود المدينه. هكا دايره انا. فضربت الشطيبه للساحه ديالي والحمد لله اخوتي، واخا الشتا دابا كما كنقولوا البرد دخل. ملي كتشرق الشميشه كتشرق في اختكم مريم، وراكم شفتوا اخوتي الدار ديالي يعني هابطه وهكاك اللهم لك الحمد. كدير ديك العشرات الصباح الشميشه كتشرق فيا الحمد لله. الا بغيت نشر الحوايج، بغيت نشمش الفراش، بغيت اخوتي نسيق الدنيا كتنشف، لا بغيت نخبز في ديك الشميشه ندير الفيديو هكا في الصباح، يعني ما كنواجهش مشكل هكا في الشتاء ان الشمس ما كتكونش عندي الحمد لله. مني كتكون الشتاء راه الشتاء، ومني كتكون الشميشه اخوتي راه كناخذ حقي منها الحمد لله يا ربي. وانا كنبغي هكايا ملي كيكون البرد نجلس في الشميشه نشمش حتى كيطيبوا عليا عظامي. المهم خليت حميد هو اللي يجيب فاطمه الزهراء حيت اليوم الجمعه، بعدا جمعه مباركه خواتاتي باش ما تمنيتو. خليته هو جاب فاطمه الزهراء وجا لقاني شطبت الساحه، جاتو مفاجاه وحق الله اخواتاتي. جمعت ديك الشطيبه مع طرف الحيط. قلت لكم اخواتاتي جا لقاني شطبت هاد الدنيا ولحستها ولات على مزيناتها. ملي كتشطب باب الدار ديالي يا خواتاتي تشيها وغتفرشوا شي حصيره وتحطوا شي براداتاي والشميشه فيكم. ما نعاود لكمش اخوتي الله يخلي لكم صحيحتكم. راه العروبيه زوينه اخوتي.
واخا الانسان يشم غير الهواء ديالها راه لهلا خطي الباديه. المهم اخواتاتي هنا ضربت تشطيبتها لهاد الدخله هذه، كانت هي مكرفسه وفيها التراب والخماج وداكشي، ما خليت حتى شي حاجه، كلشي ضربت ليه تشطيبه. وعاده ندخل نكمل معكم الروتين اللي مازال ما ساليتوش. المهم اخوتي ملي جا حامد ولقاني مشطبه الدنيا عجبو الحال ونشاط حيت نط ولقاني دايره له الطاقه الايجابيه، قال لي وليني يا مريم راكي ملي كتعاودي ديري شي حاجه راكي تديريها. قلت له لا شنو انايا مبقيه لك، راه غير المشاكل والظروف. صافي اخوتي متسبعين فراشي وفراش وليداتي، قلت غنشمشو حيت هاد الشميشه راه صدفه احسن من الف ميعاد. راه دابا مع البرد راه الشمس كما كنقولوا راه اللي كتضرب فيه الشمس راه هو سيدي مولاي بهذا الوقت. فخرجت اخوتي دوك المانط شمشتهم، خليتهم على ما دير ديك 2 ولا 3 ونص، وغادي ندخلهم قبل ما تقلب العشيه ويتقلب الجو. فهذا ما كان اخوتي. ان شاء الله بما دوز اخوتي هاد الامور غنشارك مع اخوتي اليوميات الجميله واليوميات الزوينه اخواتاتي. داكشي اللي تيعجبكم اخوتي اقسم بالله. راه اختكم مريم راكم عارفين راه مسؤوليه ديال 3 الوليدات، هاد الظروف هاد المشاكل راه حتى حاجه ما سهله اخوتي متابعين. وراه اش غنقول لكم، اي حاجه كتبغي العوين، وانا الحمد لله واخا ما عنديش العوين ولكن كما كنقولوا مرا كابابل. قلت لكم اخواتاتي عيطات لي امي قالت لي واش ما دايره لا كسكسو لا والو اليوم الجمعه، قلت لها ما دايره والو. المهمتي قالت لي تما كنكونش انا عاد كديري حيت ديك المره كنت درتو ما كانتش انا، كانت مسافره لكازا. وقلت لها دابا ما يكون غير خاطرك واخا ما درتوش غادي يجيك احسن غطار. راكم عارفين تحيه الجولي بي راه كيديروا كسكسو نهار الجمعه كيديروا طعام غزال بحال ديال الدار ولا اكثر. فغادي نصيفط حميد غيجيب لها طعيمه ويجيب لي انا لا خاصاني شي حاجه وصافي. المهم اخواتاتي هنا من بعد ما نشرت المانط ديالي حيد ديك الشطابه اخوتي خبعتها. ديك الشطابه اخوتي راه بحال عندي ما عرف شنو، خبعتها في بلايصتها وجبت البانيو ديال ساره ديال الدوش ديالها حيتاش غادي ندوش ليها. كما كتعرفوا راه ما كندوش ليهاش وقت على وقت، مع دابا برد الحال كنخاف اخوتي لا تجون بلي ولا تشرب البرد. فمني النهار اللي غنغسل لها فيه بحال ما عرف شنو غندير في حياتي. دابا خوتي حامد راه جا فاطمه زهره من المدرسه وكانت دا زياد معاها خوتي. ما قلت له غير ديه معاك حيت زياد ملي كيبقى خوتي كيبرصني شويه في عقلي. سمحوا لي الا سمعتوا الصداع راه وليداتي وصافي. هنا حميد كان جا فاطمه الزهراء. ايوا منين جاو لقاني في شطبه الساحه عجبو الحال ولات عنده الدنيا دينيتين كيعجبو. قال لك نوض نبقى ندور ونشقى. كما شفتوا في البدايه خوتي راني كنت رديت البرمه، رديتها درت فيها الماء طيب ورديتها. الغلايه خوتي ما كيكفينيش، عندي الغلايه غير صغير كنسخن لها الماء في البرمه وعاد كنقادد ليها في البانيو كنغسل ليها صافي. هنا حميد قال لي بلا ما تقولي لي غادي توصلي لساره خليني تمشي وغسلي لها. قلت له علاش؟ قال لي راني كنتسخلها. قلت له غير زيد غنقولوا بسم الله وما غيكون غير الخير، راه حنا كما كنقولوا هذه راه الولده الثالثه غالا بغينا نغلطوا هذه المره. المهم اخوتي متتبعين هنا راه كنجبد ليها حويجاتها. والله اخوتي راكم عارفين الوليدات ملي تولي حاشاكم طرد كتولي واخا تمسحي لها وتبدلي لها وقت على وقت راه ماشي بحال الغسيل راه لهلا خطي الماء. فهي دابا مسكينه ولات كتطرد ليا. ودابا كما كنقولوا دخل البرد ما يمكنش نغسل لها يوميا ولا نغسل لها يعني وقت على وقت راه بزاف والبرد مشيت تشرب لي البرد غنوليو فما هي وما لونوها. فدابا اخوتي راني جبت ليها حويجاتها. هنا زياد راه جالس كيدير المشاكل وصافي. سديت ليها الباب ديال البيت وغير بوحديتي غسلت ليها. ديك المره راه كان عاوني فيها حامد، هاد المره قلت لراس يا مريم واش حامد غيبقى معاك ديما نبقى نغسل لبنتي بوحدي؟ غير على ما خوتي كيديروا ديك 6 شهور 7 شهور كما كنقولوا كيوليو ساهل انك تغسلي لهم. ودابا انايا بحال غنغسل لها بحال ما عرفت شنو غندير في حياتي. صافي انا جبدت ليها الشلاله ديالها والدوزان وجبدت ليها حويجاتها الفوطه ديالها باش غادي نمسح ليها. وها هي مسكينه عاد فاقت مسكينه خلاتني شطبت الساحه على برا. والله يرضي على بنيتي الله يحفظها لي من كل شر يا ربي والله يحفظ لكم وليداتكم. هنايا راني فتحت ليها القماط وسرحت ليها يدياتها باش ما تخلعش. وهنا صورت عليهم الباب اخوتي باش ما بقاوش داخلين خارجين عليا وجالسين كيدقوا عليا لا هما ولا بواهم. قلت زعما راك انت مول العقليه حسره. هنا سديت الباب بالساقطه باش البرد ما يدخلش وصافي. هنايا اخوتي راني ميلانجيت لها الماء بارد بالسخون ودرت ليها الحراره المناسبه وصافي. ضربت ليها هرده يا خوتي متتبعين، تبعت لها عظيماتها، درت ليها الصابونه، درت ليها الشامبوان، غسلت ليها غير بشويه والبيت سخون اخوتي ما تخافوا من والو ما كاين لا برد لا والو.
وصافي ضربت لبنتي هرده. هاد النهار سبحان الله طلقوني عظامي، شطبت ساحتي، جمعت داري، غسلت لبنتي، وباقي لها غير حويجاتها راني راده لها ميها سخونه تسخن، حيت عندنا الماء بارد اخوتي ما نقدرش نفركهم ليها بداك الماء. غير شويه هكا نكسر ديك البروده وغادي ندوز لها حويجاتها كاملين وغادي نشرهم ليها في السلك. وكنتمنى هذا الروتين ديال هذا النهار يعجبكم، الروتين ديالي مع وليداتي، الله يخلي لكم وليداتكم. كنحاولوا اخوتي نخلقوا الاجواء ونبارطاجيو معكم يوميات عفويه عائليه مع وليداتنا. انا اخوتي راه كنغسل ليها يدياتها ورجيلاتها، وهي اخوتي كتبقى جامعه يدياتها، كنلقى عندها هكا الخمله في يديها، ولقى هكا بعدا داك الشعر ما عرف منين كيجي. كنعيا يا اخوتي نحضيها الشعر بعدا ما عرف كيدير يتخبل ليا في يديها، زعما كون ما نحضيهاش نلقاهم نلقى الله يستر داك الزغبط لوليها على صبعانها. صافي هنا درت ليها داك الكريم ديالها، رطبت ليها الحمى ديالها، ريحتها، بدلت ليها ليكوش، درت ليها الحويجات ديالها. المهم ولات النمر واحد ما نعاود لكمش. ومن بعد اخوتي ما غسلت رضعتها، نعستها، طرخات مسكينه ونعسات. ايوا جاب لقاها راكده، قلت له راك لقيتيني عاد غسلت ليها، راها مسكينه طرخات ونعسات. ايوا الله يخلي لكم والديكم ويخليكم الناس العزاز عليكم، الله يحفظكم من كل شر. وهذا هو روتيني ديال اليوم الجمعه، جمعه مباركه. قبلوا عليها خوتي، اي حاجه درتها كنشاركها مع خواتاتي. مشيت للمدينه نشارك، تقديت نشارك. المهم المحتوى ديالي يومياتي مع وليداتي ومولا داري، الله يخلي لكم العزيز عليكم. صافي هادو تقشراتها، عندها بزاف ديال التقشرات، والتقشرات كيحمقوا اخوتي المتابعين. انا جبت ليها هذا عاوتاني، بعد مره كتكون لبيسه ما عندهاش فيها تقاشر، فكنجبد ليها التقاشر، كيبقاو رجيلاتها سخانين محضيين زوينين. ايوا صافي هنا سالينا درت لها الكولونيا ديال الاطفال، واحد الرويحه فيها فنه. جبت ليها المشيطه مشط ليها. شوف اخوتي السوالف والعقل تالف. ها نتوما الصويره خلاها حميد. يلا بسلام عليكم. تيجي زوينة دوشتك ماما، والريحة زوينة ديالك، الريحة ديالك الحمق والله لا جمعت ريحة كدوشينا زوين. كتزورني طارة ما تبزر مشتيش تقاشر تقشر ما تقاشر مشتي دوشتك ماما.